الشهداء كلهم في أعمار 17 و20 و21 وفي مقتبل العمر، يعني ندعي لهم جميعا بالرحمة وبالمغفرة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم الشهداء، وأن ربنا سبحانه وتعالى هو يديهم التكريم، لأن هم مش منتظرين التكريم من البشر أو في الدنيا، إنما أكيد إن شاء الله التكريم الأكبر والتكريم الحقيقي العظيم هو هيكون من عند ربنا سبحانه وتعالى. واكيد اللاعبين كلهم زي ما شايفين قدامنا كلهم، يعني مش عايز اقول اي تعبير، لان اي تعبير ممكن اختار او ممكن اتكلم فيه مش هعبر ابدا عن حزنهم وعن صدمتهم في اسمح لي ندعي. اتفضل يا كابتن، اتفضل ندعي مع حضرتك، اتفضل يا كابتن. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، امين. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، امين. اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالثلج والماء والبرد، امين. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، امين. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، امين. اللهم نور عليهم قبورهم، امين. اللهم وسع عليهم قبورهم مد ابصارهم، امين. اللهم ابدلهم اهلا خيرا من اهلهم ودارا خيرا من دارهم، امين. احشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، امين. اغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه يا رب العالمين، امين. واعط اهلهم السكينه يا رب العالمين، آمين. اللهم اكرم اهليهم جميعا يا رب العالمين، والهمهم السكينه والرحمه، وبرد قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى. وصلى اللهم على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. تقبل الله، ده احسن ختام، وختامي هو بالشهيد واحد من الشهداء اللي ماتوا في بورسعيد عنده 17 سنه، انس محي الدين، اللي كتب في وصيته لما اموت لازم تلفوني بعلم مصر وتصلوا عليا في التحرير، وادي القرنيه بتاعتي او الاثنين القرنيه للي ضحوا بعيونهم في التحرير أثناء الأحداث سواء السابقة أو الحالية. هم دول الألتراس، هم دول أرواح الشهداء اللي ماتت، اللي زي ما قال الكابتن طه، وفعلا صدقوا الوعد وصدقوا النية إنهم ممكن يفدوا الأهلي أو يفدوا الرمز بالنسبة لهم بأرواحهم. ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم شهداء إن شاء الله، وأكيد هيكون لنا